فحقيقي من وجهه نظري التطبيق ده برضو فكرته ممتازه جدا جدا، وهتساعدك ان انت تعرف تفاصيل كتير قوي عن الموبايل انت ما تعرفهاش. بس كده تمام. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طبعا منكم اللي متابعني من زمان ويعرف ان انا في كذا فيديو عملته كنت بصور بزاويه مختلفه، يعني مش الزاويه دي، كنا بنصور بزاويه مختلفه كده، ويعني في حيره كبيره قوي في ان انا يبقى في وضعيه ثابته او في زاويه ثابته ان انا اصور عليها. معلش استحملوني لحد ما نثبت على زاويه نصور عليها. فلا الزاويه ديت لو عجبكم انزل قول لي رايك في الكومنت ان الزاويه ديت تمام علشان نفضل نصور عليها على طول. تاني حاجه بقى، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه بمناسبه السنه الجديده، وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا وعليكم كده، ويعني تحصل فيها حاجه تفرحنا باذن الله يعني. عشان خلاص. تاني حاجه بقى، والله يا غالي ما ينفعش تتفرج على الفيديو وانت مش عامل لايك، فانزل اعمل لايك للفيديو كده، ولو انت هنا جديد واول مره تشوفني فاعمل سبسكرايب في القناه علشان ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر ان شاء الله الفتره الجايه. نخش في الموضوع على طول. في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم على افضل تطبيقات للاندرويد، نبدا بيهم ان شاء الله كده، نقول بسم الله نبدا في 2023 بالتطبيقات دي، ويلا بينا نبدا الفيديو. لو زهقت من الوصلات الكتيره اللي بتستخدمها في ان انت تنقل البيانات بتاعتك او الصور او الفيديوز بتاعتك من موبايلك الاندرويد لللابتوب بتاعك الويندوز، فبكل بساطه تعالى اقول لك على حل اسرع من كده من خلال تطبيق نيربي شيرنج. الابلكيشن ده بكل بساطه تقدر من خلاله ان انت تبعت الفيديوز والصور بتاعتك بدون اي اسلاك، بدون اي حاجه خالص. يا باشا بتعمل سيلكت للفيديوز او الصور بتاعتك وتعمل لها الشير على طول على اللابتوب بتاعك بدون اي وصلات. وطبعا الموضوع هنا عملي جدا جدا ماشي يا عم. وحقيقي الموضوع هنا عملي جدا جدا، ومن خلال ما بتعمل سيلكت للصور والفيديوز بتاعتك بتتبعت دايركت على طول على اللابتوب بتاعك، وتقدر انك تعمل لها سيف ومفيش اي مشكله خالص. فالابلكيشن ده فكرته ممتازه جدا جدا، وحاجه فعلا بتوفر عليك انك تبعت الصور والفيديوز بتاعتك في اسرع ما يمكن. لما نتنقل بقى لتاني تطبيق موجود معانا النهارده، وهو تطبيق اسمه دايناميك وول بيبر. التطبيق ده فكرته عبقريه جدا في ان هو يتفاعل مع الموبايل بتاعك او الستيتس او الحاله بتاعت الموبايل بتاعك ايه نظامها. يعني مثلا في وول بيبر موجوده في الابلكيشن بتتغير ديناميكيه، مش محتاج ان انت تبدا انك تغير في الوول بيبر دي. يعني مثلا لو البطاريه بتاعتك ضعيفه فتلاقي فجاه مره واحده الموبايل الوول بيبر بتاعته اتغيرت لشكل البطاريه مثلا محتاج انك تشحنها. ففي ثيمز او في وول بيبر كتيره قوي في الابلكيشن تقدر ان انت تختار زي ما انت عاوز منهم اللي يناسبك، وتبدا تعمل لها سيت وول بيبر وهي هتتغير ديناميكيه او اوتوماتيك، مش محتاج ان انت تغير الوول بيبر دي. كمان حاجه حلوه قوي موجوده في التطبيق انك تقدر انك تعمل سيلكت فولدر ليك انت فيه كل الصور اللي انت عايزها تتغير في الموبايل. فدي فكره حلوه قوي جدا برضو، مش محتاجه بقى انك تحدد الصور وهو الابلكيشن مع نفسه يغير في الوول بيبر دي. فممتاز جدا. ما تنساش برضه هسيب لك رابط الابلكيشن ده، كل الرابط اللي انا بتكلم عنها في الفيديو ما تنساش هسيب لك رابطها كلها في الديسكربشن بتاع الفيديو. انزل حملها، وما تنساش تعمل لايك وانت بتنزل كده تحمل الابلكيشن ديت على موبايلك. نتنقل بقى للثالث تطبيق موجود معانا النهارده، وهو تطبيق اسمه كابود. انا هتعب نفسي ليه؟ خش يا باشا على جوجل، ابني اقرا لنا يا ابني الكلمه دي. يا وليه في ايه؟ كابود مش عارف. لو انت شخص بتستخدم السماعات بتاعتك باستمرار وحابب انك تتابع الحاله بتاعت السماعه بتاعتك، عايز تشوف الساعه مثلا فيها شحن قد ايه، طبعا سماعات بلوتوث سواء الكبيره او الايربودز، السماعات ديت انت عايز تتابع الحاله بتاعتها، عايز تشوف البطاريه فيها كام، السماعه اليمين او السماعه الشمال فيها كام في الميه. فالابلكيشن ده فكرته ممتازه جدا ان هو يعرض لك التفاصيل دي كلها. كمان حاجه حلوه قوي عجباني في الابلكيشن ان هو بيعرض لك التفاصيل ديت على شكل ويدجتس تقدر ان انت تحطها على الهوم سكرين بتاعت موبايلك علشان تتابع الحاله بتاعت السماعات بتاعتك. فده شيء جامد جدا برضه. طبعا حبايبنا الناس اللي ما بتسيبش الموبايل بتاعها طول النهار، فتعالوا لي كده علشان ايه، انتوا مش عاجبيني وحالكم مش عاجبني وماسك لي الموبايل طول النهار، عملت في الريلي بقى يا باشا في الريلز وفي بتاع وبتكسل تعمل لايك. انزل اعمل لايك. طبعا انت لو شخص عايز تتابع حاله الموبايل بتاعك وعايز تشوف انت بتستخدم الموبايل ايه الابلكيشنز اللي بتضيع في وقتك، في تطبيق اسمه داتا مونيتور. الابلكيشن ده صراحه بيبدا ان هو يعمل لك تفاصيل عن الابلكيشن اللي بتستهلك من وقتك بشكل كبير جدا جدا، وبيعمل لك اناليتكس لاستخدامك للموبايل. تطبيق واجهته سهله جدا جدا، واول ما بتدخل عليه بتلاقي فيه بقى كيرفات وحاجات كتير كده بيبين لك انت بتستخدم موبايلك في ايه، وكذلك بيعرض لك سرعه النت وبتستهلك النت في ايه برضه. فيبقى الحاج قاعد جوه وشاحن الباقه ب 200 جنيه والباشا عمال يفر لي بقى وفيديوهات بقى الصلاه على النبي. لا يا باشا، لا يا باشا، ما ينفعش.
ما ينفعش. طبعا هو من ميزات التطبيق هنا زي ما قلت ان هو في ويدجتس تقدر انك تحطها على الهوم سكرين بتاعت موبايلك علشان يعرض لك استهلاكك للداتا بتاعت الواي فاي وكذلك برضو الابلكيشن. فبصراحه برضو فكره الابلكيشن ديت عجبتني جدا جدا. ما تنساش اسيب لك رابط الابلكيشن في الديسكربشن بتاع الفيديو، انزل حمله على موبايلك وشوف انت بتضيع وقتك في ايه، وابدا انك امنع الابلكيشن اللي بتستهلك وقتك وكمان بتستهلك النت. نختم بقى باخر تطبيق موجود معانا النهارده وهو تطبيق اسمه انوير. طبعا كلنا شايلين موبايلات، اللي شايل ايفون واللي شايل اندرويد واللي شايل بتاع عفريت ازرق. في ناس كتير جدا بتجهل المعلومات اللي موجوده في الموبايل بتاعها. انا والله في واحد شايل موبايل ما يعرفش الموبايل ده رام كام، او واحد شايل ما يعرفش المعالج اللي فيه. معلش خلينا نبقى صراحه مع بعض كده. فالابلكيشن ده بيعرض لك تفاصيل انت ما تعرفش عن الموبايل بتاعك. يعني بسم الله كده بتخش على الابلكيشن يعرض لك كل حاجه بقى، يعرض لك الموبايل ده اسمه ايه، الموبايل ده نوعه ايه، المعالج، الرامات، استهلاكك للرامات كام، كل حاجه بقى، نسبه البطاريه، اداء البطاريه، حاجات كتير قوي موجوده في الابلكيشن ده. الابلكيشن بتثبته، بتدخل عليه، عايز تعرف رامات الموبايل ده. مثلا انت محتاج انك تبيع الموبايل بتاعك وعايز تشوف، او انت بتشتري موبايل وعايز تشوف ايه المواصفات بتاعه الموبايل ده، بسيطه جدا. بتحمل تطبيق انوير والابلكيشن ده بيعرض لك تفاصيل كتير جدا انت ما تعرفهاش بقى، من اول المعالج لحد البطاريه وكل حاجه، حتى الشبكه اللي بيبقى متوصل عليها بيبدا يعرض لك تفاصيلها بالكامل. من الاخر كده زي ما بقولوا كده، انت بتعمل الابلكيشن ده بيساعدك ان انت تعرف السوفت وير والهاردوير بتاع الموبايل ده. كل حاجه عايز تعرفها عن الموبايل هتعرفها من خلال الابلكيشن ده. فحقيقي من وجهه نظري التطبيق ده برده فكرته ممتازه جدا جدا، وهتساعدك ان انت تعرف تفاصيل كتير قوي عن الموبايل انت ما تعرفهاش. وبس كده، وديت كانت كل حاجه عن فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده البسيط الخفيف ده يكون عجبكم. فاكيد طبعا يا صاحبي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس اهم حاجه علشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ان شاء الله هنزله. احب اشكرك جدا جدا لو انت مكمل معايا الفيديو لحد اللحظه ديت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. واضح ان احنا هنتصور في الوضعيه ديت، شكلها حلو قوي البتاع دي. تعال نشوف. جامد.